خوتي والمتتبعين ديالي العزاز، اليوم ان شاء الله غنقدم معكم البغرير بطريقه مختلفه وطريقه زوينه ورائعه، وكيجي غزال وما تشبعوش منه، وكيجي واقف وزوين ما تيجيش معجن. طريقه سهله وبسيطه. عندي هنا نص كيلو ديال السميده اللي كنديروا بها الحرشه، وعندي هنا واحد الكاس ديال الفرص كما كتشوفوا. غادي نديروه مع هاد السميده. غندير دابا اليوم معكم البغرير بالسميده. كما كتعرفوا غادي نخلط هاد شويه ديال الفرص، هاد الكاس ديال الفرص اللي درت مع السميده، كيجي رائع وما كيحتاج حتى لشي حاجه، وكيجي غزال غزال ما تشبعوش منه. عندي مجرب وكيعجبني هاد الطريقه هذه ديال البغرير، ما كيجيش رطب وما كيجيش معجن، وكيجي زوين بزاف بزاف. غنضيفوا معاه واحد الخماره حمراء، وغادي نضيفوا معاه واحد المعلقه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره. كما كتشوفوا غادي ندير كلشي ديالي هنايا، وكيجي زوين، كيجي واقف، يعني ما كيجي صحي. كما كتعرفوا الدقيق الناعم اللي هو الفينو زوين بزاف زوين بزاف البغرير، يعني باش كيجي صحي. وراكم عارفين البغرير ما تيضرش، صحي مزيان نديرو في هذا رمضان. انا زدت شويه ديال الخميره، كملت معلقه صغيره. وخصنا نضيفو هنايا الماء محرش كما كتشوفوا خواتاتي. غادي نضيف الماء محرش يكون سخون شويه باش يخمر لنا دغيا البغرير ديالنا، ونرجع معكم. كما كتشوفوا خوتي هنا من بعد ما كما كتعرفوا الفينو راه كيشرب، نحركوه ونخليوه يشرب، نحركوه ونخليوه يشرب، ونزيدوا شويه الماء منين نشوفوه شويه ما بقاش قاصح، يعني راه كيشرب، وحنا كنخويو شويه بشويه الماء. من بعد غادي ندوزوه في المونينيكس ان شاء الله. طريقه راكم عارفين باش حيت السميده خصها ضروري تدوز في المونينيكس ولا في شي طرب كهربائي اكيد، باش كيعطينا ديك الليونه ديال البغرير، باش ما كتبقالناش. راكم عارفين السميده خصها ضروري تطحن. المهم هكا غادي نطحن السميده ديالي في المونينيكس كما كتعرفوا. من بعد نجيب الكاس ديال المونينيكس ديالي كما كتشوفوا، وغادي نعمر نفرقوا على جوج، نخليه غير في النص هنا، وغادي نخليه يتطحن على خاطره، وعاد ندير النص الثاني. هانتوما ما خصناش البغرير ديالنا تجي جاريه بزاف ولا تجي خفيفه بزاف ولا تجي ثقيله بزاف، تكون العجين ديالها هكا. دابا غادي نديرها من بعد ما نطحنها، عاد غيبان لي شنو واش خفيفه ولا ثقيله. غادي نعمر هنايا في الكاس ديالي النص، ونطحنو على خاطرو، ونرجع معكم. خواتاتي والمتتبعين ديالي العزاز والمشاهدين ديالي، هانتوما كتجي على هذه الطريقه ثقيله شي شويه، وما خفيفاش ما ثقيلاش، تكون كطلق هكايا كتهبط ثقيله شي شويه باش كتجينا البغرير زوينه. الا كانت خفيفه راه ما كتجيش البغرير زوينه، ولا كانت ثقيله بزاف ما كتجيش البغرير. يعني ضروري تكون متوسطه، يعني هكا بهذا الشكل. نتمنى تكون باينه معكم، تكون بهذا الشكل هكا. من بعد ما طحناها في المونينيكس السميده ديالنا باش كتعطينا بغرير زوينه وكتطلع معنا ناجحه 100%. انا كنعطيكم شي حاجه مجرباها يعني بتجربه. المهم خوتي هنا غنخليها تخمر. المهم الخميره ما كديروا لاش التوقيت، ندوزو واحد ربع ساعه ولا نص ساعه ونطلعوا عليها، لان دابا صهد الحراره تقدر تخمر لنا دغيا. غادي نغطيوها وغادي نديروا لها شي منيدل من الفوق، وغادي نخليوها تخمر، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. خوتي والمتتبعين ديالي العزاز، كما كتشوفوا البغرير كيفاش كطلع غزاله ومجعبه وكتجي روعه روعه. راه الكاميرا عندي ما عطياش حقها للبغرير ولا لاي تصوير كندير قبلوا عليا، لان التصوير عندي التصوير شويه مضبب ما تيبينش داكشي مزيان واضح، قبلوا عليا. المهم راه كتجي مجعبه وكتجي زوينه وما كتجي لا معجنه لا والو، كطيب على خاطرها. كما كتشوفوا هذه هي البغرير ديالي. هانتوما خوتي كي كتجعب كتجي غزاله، ما بدون ما نديروا لا ملون لا حتى شي حاجه، نخليوها طبيعيه. البغرير ديالنا نخليوه طبيعي، كيجي صحي وكيجي زوين وكيجي مجعب. هانتوما خوتي الاضاءه راه عندي شويه ما واضحاش. هانتوما خوتي انا حاطه عليه واحد المنيدل حتى هو صفر، غادي يبان لكم. هانتوما شوفوا كي مجعب وغليظ وزوين
وجاي رائع ومحمر هانتوما بدون حتى شي حاجه، يعني كيجي محمر من الداخل ومع برا، كيجي رائع رائع ما تشبعوش منه الصراحه. البغرير واعر. انا دايره منيدل في المراحل على برا في الصالون، حيت الكوزينه صغيره. دابا راني يلاه كنوجد فيه. هانتوما خوتي دابا غنبدا معكم من الاول. سمحوا لي الصوت ديال الصفاره، راكي عارفه دابا راكم عارفين اخوتي خواتاتي دابا الحريره، وقت الحريره وقت الفطور. دابا كنوجد البغرير ونصبه الحريره. هانتوما راني بديتها معكم من الاول ملي كانت مازال بيضه. نتوما كيفاش كتعطي واحد يعني ديك البواقات هما اللي كيعطيو هذيك كتجي مجعبه وكتجي زوينه ورائعه. هانتوما باش تعرفوا البغرير ناجح بهذه الطريقه هكا، كله تيطيب دقه وتيبقى يطفى داك البواقات تيطفى. هانتوما كتعرفوا البغرير الناجح هو هذا، كيجي مقاد. الصراحه راه عندي الكاميرا ناقصه شي شويه. هانتوما نميل لكم باش تشوفوها كي كتجي. هانتوما راه مازال. نتمنى يا ربي تعجبكم طريقتي وتجربوها. هذا البغرير بالسميده. سمحوا لي الا كنت كنقول الفينو، لان راه مشابه لي مع الفينو، كنت كندير حتى بالفينو، كنديرو بالدقيق بالفورس بالزرع حتى هو. هانتوما كنديرو حتى بالزرع. المهم هذا الفينو فقط معاه كاس ديال الفورس، ولكن خصكم تجربوه وتشوفوا البغرير ديالو كي كيجي ما تشبعوش منه. خوتي خواتاتي هذه هي البغرير ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل. جات غزاله رائعه. وهذا غطير صغيور كما كتشوفوا غنحطو في الفطور. وهذا غطار كبير غادي نحيد منها وديروهاش في المجمد، دوروها غير لتحت في الثلاجه، كتبقى 3 ايام وما كطيعش. الحمد لله كتجي غزاله ورائعه ما تشبعوش منها. خوتي خواتاتي الا عجبكم الفيديو لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا للجميع وشكرا لكم بزاف بزاف. خوتي خواتاتي اليوم قدمت معكم بغرير بالسميده والفرص، كاس ديال الفرص وكاس ونص كيلو د السميده وخماره حمراء والخماره الفوريه معلقه صغيره. جاتني على هذا الشكل، جات غزاله ما تشبعوش منها. ديروها جربوها لوليداتكم يمكن تعجبكم وما تبقاوش تستغناو عليها. ما كتجيش معجنه كتجي رائعه كما كتشوفوا، كتجي غزاله 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 ما تشبعوش منها. خوتي الى عجبكم الفيديو، عجبتكم البغرير ديالي وطريقتي، لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. والى فيديو اخر ان شاء الله.